بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم. اليوم باش نحضروا مع بعضنا وصفة جربوها وبحول الله باش تعجبكم برشا برشا، اللي هي لازانيا بالدجاج. باهي في المقلة متاعي حطيت نص كاس زيت زيتونة، زدت راسين بصل خضر مقطعين جويدين، وست سنات ثوم نقلوهم شوي، ومن بعد نزيدوهم السكالوب قطعناه جويد كما تشوفوا، قطعناه معناها جويد. ما حبيتش نرحيه على خاطر حسيت اللازانيا كي يولي فيها الدجاج مقطع معناها احسن من اللي يكون مرحي. وتويكا زدتهم زوز قرينات فلفل، قرين اخضر وقرين احمر قطعناهم جويدين وضفناهم تويكا للصوص متاعنا، ونصف مغرفة كركم. نحركوا الخليط خلوه يتقلب الباهي. تويك باش نزيدوهم 6 كعبات طماطم، كعب مرحية. حبيت نحط طماطم المرحية، معناها كعب مرحي أحسن من اللي ندير بزايد معناها طماطم كونسونتري، الخاطر طماطم الكعب معناها فيها الماء والحاجة ما نجمش نستحقوا زيادة الماء للصوص متاعنا، وفي نفس الوقت يعطينا قوة بنينة للصوص. زدت نصف مغرفة طماطم كونسونتري، طماطم معجونة، ونص مغرفة هريسة. وفي نفس الوقت نحركه، ماذا بينا ديما نحركه بالباهي بالباهي باش يتمزج الخليط بالكدا. ونص مغرفة فلفل شايح مرحي، الفلفل يعطينا كتوزويزة البنينة في الصوص. وتويكا مغرفة متاع قهوة تابل وكروية. نحركو نخلو الصوص متاعنا يطيب بالباهي كما تشوفوا. في الاخر زدناه ورقات حبق، الحبق يعطينا قوة بنينة بنينة برشا للصوص راهو، في نفس الوقت يفوحونا. وتويكا زدناهم نص مغرفة فلفل أكحل. تقريبا معنا الصوص متاعنا قريب يحضر، ريحة من نقول لكمش فوحة برشا برشا في الصوص باهي. بعد ما قسينا على الصوص متاع الدجاج باش نحضر الصوص بشاميل متاعنا. كما العادة نص كاس زيتونة، ضفت 3 مغارف فرينة وحطيتهم يتقلوا بالباهي بالباهي، وفي نفس الوقت نحركوا ماذا بينا بالكدي باش ما يحرقش وما يكعبر الناس زاد. وتويكا باش نزيدوهم نص لتر حليب، ماذا بينا نزيدوها بشوي بشوي، وديما نحركوا لين تتنحى الكعابر متاع الفرينة. الصوص بشاميل راهي اهم حاجة فيه هو انك ديما تحركي. تويكا باش نزيدهم شوي فلفل اكحل مش برشا، و3 جبن مثلثات، 3 كعبات جبن معناها مثلثات. جبن يعطينا قوة بنينة برشا للصوص بشاميل، وفي نفس الوقت يفوح لنا زادة بالكدا. شوفوا تقريبا معناها حضر الصوص متاع البشاميل، زدت في الاخر شوي ملح. في الطبق متاعنا تويكا باش نحضروا اللازانيا باهي. بعد ما غطيت القاع متاع الطبق بالصوص بشاميل باش نبدا نحط ورقات اللازانيا كما تشوفوا بالطريقة هذه. اذا كان ما جتناش الورقة كاملة نكسروها في نفس الوقت باش نغطوا القاع متاع الطبق بالباهي بالباهي. تويكا باش بعد ما حطيت ورقات اللازانيا باش نحط الصوص متاع الدجاج، نغطوه بالكدا الكل، وبس نزيدو من فوق شوي صوص بشاميل، نحاول نوزعوه على الجوانب الكل. وتويكا باش نحطو شوية جبن موتزاريلا قطعناه جويد، مش جويد برشا اما باهي. كيما العادة نحطو طبقة اخرى متاع ورقات لازانيا، ونزيدو نغطوها بصوص الدجاج اللي حضرناه، وفي نفس الوقت شوية صوص بشاميل، ونزيدو كيما العادة جبن
نزيدنا حطينا ورقات اللازانيا كيما العادة على 3 مراحل كيما تشوفوا. وآخر مرحلة تويكا باش نحطو ورقات اللازانيا وفوق منهم صوص بشاميل، ماذا بينا نغطو الطبق متاعنا الكل بالصوص بشاميل، ومن فوق باش نحطو جبن موتزاريلا، وفي الفور في درجة حرارة معناها متاع 180 لمدة 5 دراج تقريبا، نحطو الطبق متاعنا وشوفوا توكا حضرت اللازانيا تشهي محلاها فاوحة جربوها وبحول.